سيم باك، اب، ايكونز، ويدجت. لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وانا هقول لك وظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب. طبعا البنات بالذات اكتر حد بيحبوا يغيروا في شكل التليفون بتاعهم، شكل التطبيق، انستجرام، واتساب، فيسبوك، كل الكلام دوت، وبيبهروا بيه اصدقائهم واصحابهم. كل بنت بتحب اللون البينك، بتحب تغير في شكل الايقونات، بتحب تغير في شكل السيم، ستارة الاشعارات، الويدجت، كل الحاجات دي. التطبيق ده محمله 50 مليون مستخدم. تقدري عن طريق التطبيق ده تغيري كل حاجة حرفيا على تليفونك، من اول ستارة الاشعارات لحد شكل الايكون، الويدجت، كل حاجة فيما عدا الإعدادات الداخلية للتليفون بتاعك مش تقدري تغيريها. الخلفية بتاعة التليفون بتاعتك، السكرين، يعني اللوك سكرين بتاع التليفون بتاعك، كل دوت تقدري تغيريه عن طريق التطبيق بذوقك وبالألوان اللي تعجبك. كمان ده مش متخصص ان انت تعمل ويدجت بشكل معين وخلاص، لا، ده انت كمان ممكن الويدجت يعجبك بس الايقونات متعجبكش، فتقدر تخش تغير في شكل الايقونة. عايز شكل التيك توك يبقى بشكل كذا، عايز امازون، عايز انستجرام، يوتيوب، كل ده واكتر تقدر تعمله عن طريق التطبيق. التطبيق مجاني بالكامل، تقدري تستخدميه، تحملي فيه ستارة الإشعارات بتاعة آيفون لو انت عايزة، شاومي، هواوي، أي حاجة انت عايزاها هتلاقيها موجودة على التطبيق دوت. مشكلة التطبيق ان انت كل حاجة عايزة تغيريها في الأيكون أو في الويدجت أو في الخلفيات أو في شكل السين من أوله لآخره محتاجة إعلان واتنين. الإعلانات ديت يا جماعة مع الوقت بتهنج التليفون، بتتقل التليفون، يبقى فيها مخلفات بتخلي التليفون بتاعك تقيل جدا. كل ما تيجي تفتحي مكالمة، تفتحي واتساب، تفتحي اي حاجة بتلاقي اعلانات طالعالك. فاللي عايز تطبيق زي دوت ويستمتع بالخلفيات وبالحاجات دي كلها من غير ما الواجهة تتقل، فلازم يشتري التطبيق. طيب مش هشتري التطبيق، هستمتع بيه بس كده، هيبقى اعلانات اعلانات اعلانات. طبعا في اعلانات بتبقى سيئة جدا، بنات عايزة تكلم صبيان ويعني مومس من الآخر بيتكلموا في الإعلان، فبيبقى يعني حاجة سيئة جدا، بتحرضك انت على يعني ايه الرذيلة والفسق والدعارة اللي على الإلكترونية الموجودة حاليا على تليفوناتنا كلنا بسبب الإعلانات اللي ملهاش لازمة. لكن التطبيق في حد ذاته لو انت اشتريته فانت هتستمتع بخلفيات وسيمات وايقون وكل اللي انت عايز، طرد اشعارات وكل حاجة على مزاجك، سواء بقى بنت، ولد، شاب، متمرد، بنت، فكة، ايا كان، هتلاقي حاجة شبهك من ايقونات او سيمات او ستارة اشعارات او اي حاجة على التطبيق ده. التطبيق زي ما قلت لك محمله 50 مليون مستخدم. كل الناس اللي بتشتكي من التطبيق بتشتكي من الاعلانات بتاع التطبيق. عشان اغير اي حاجة في التطبيق لازم يجي لي اعلان واتنين وتلاتة عشان اقدر استمتع بتغيير اي حاجة على التطبيق. بخلاف كده فالتطبيق مميز جدا وتم مراجعته 1,000,000 مرة وتقييماته 4.7 من 10. يا ريت لو عندك اي تجربة كويسة مع التطبيق او تجربة سيئة مع التطبيق تكتب لنا في التعليقات تحت الفيديو عشان الكل يستفيد من تجربتك الشخصية مع التطبيق. ولما كنتش عارف اي حاجة وعرفتها من خلال قناتي، شير ولايك وسبسكرايب للقناة، واستناني تاني في تطبيق جديد عشان اقول لك الجديد والمفيد في عالم التطبيقات.